وقد حدثت بينهم فتن وحروب سياسية وتحدى أي عاطل. وما بدول قالت ناس من العلماء الذين اعتد بقولهم اخواننا كلهم يدول واحد ما يدل على انه في النهايه وان سكتوا ما تكلموا، لكن ما بقى عندهم هاي خلاف للاسف، لانه انا اخوهم في النهايه. لو في واحد من اخواننا الدكاتره كلهم المشهود منهم الكلام ده بيرى انه مخالف للشريعه، اخوان ده قعدوا معي ونطهوني قبل الشماشي ده يتكلم. يا اخي ما تلعبوا بالدين يا اخي، يا خليكم واضحين يا اخي. ما ممكن محمد مصطفى يا جماعه في لقاء وفي برنامج زي البيت ده يقول لهم كلام واضح في شبهات حول أنصار السنة، كلام نقلوا يودى النار ده وثيقة عندي الرجل لا نحسب والله حسيب. قال أنا لو كلامي ده باطل في الصحابة، لو كلامي ده باطل، زول يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون فيها حظ من الدنيا ويقع فيه معاوية رضي الله عنه وهكذا. قال أنا لو كلامي ده باطل معقول الدكاترة ديل كلهم ما يردوا علي ولا يناصحوني؟ أسي ده خزلان لياتو في هنا يا جماعة كذا بالراحة، ده خزلان لياتو لمحمد مصطفى ولا للدكاترة؟ ما بتتقوا الله انتوا؟ ما بتخافوا من الله يا هواري ويا عدسي؟ وده حتى العدسي اللي قال نحن منوافقه بغادي بدأ يصلحها طوالي زي الزوج شغال بياض في العرش لأنه بتقع كثير، وقعت يصلح فيها يجازفها بإيجاز. قال ما منوافقه، بعد شوية قال لكن له تأويل. يا زول ما تبقى واضح؟ نحن عندنا تأويل ولا ما عندنا؟ عندنا عديل نحن ولا تأويل، عديل الحق بحمد الله وبفضل الله، ونحن لا نتكبر وما يعني نحن ما وصلنا درجة إمام ولا عالم، مساكين ما عندنا شيء، ما نسوى شيء ولا أي شيء، لكن الذي نرجوه أن نبلغ دين الله وأن ينظر إلينا الله من فوق عرشه، أن نقول كلمة الحق وأن نثبت عليها وأن لا نبدلها بالأغراض ولا بالدنيا ولا بالإلفة ولا بالصحبة ولا كائنا من كان، كائنا من كان. يا خليك مع الحق يا أخي. أنت بتخاف من شنو؟ زول دكتور ولا غير دكتور بتخاف من شنو؟ زول يا أخي زي محمد مصطفى ترجف منه لاسي ما ترد عليه ويحذر من الإصلاح. وأنا دار أقول لك كلام ده كله الفات ده أقول زعل بالراحة كده، دار أقول لك كلام بالراحة كده اسمعوه. الناس ديل بيقولوا نحن بنقع في الجماعة كده، بالراحة يا جماعة بالراحة كده. محمد مصطفى ده طلع ورقة حذر من الإصلاح ولا ما حذر؟ طيب أنت مالك ما قبلت على الزول كده بالراحة، مش حذر. وفي فيديو واحد علي عطا المنان ده في المنبر بهاجم المركز العام ولا ما بهاجمون؟ هذا ردموا النفرين. في زول اتطرق للنفرين ده ولا ديلك عشان لحيتهم بيضة، واحد بحنينة واحد خلاص هاي ونحن لسه ما بقت بيضة؟ يعني تكون قاعد كده جاري البحث لما تبقى بيضة ولا تقبل الحق؟ ندار عارف يا جماعة في شنو؟ الشيخ مقبل ده بدري ما تكلم في أنصار السنة دي بدري، لقاءات في لقاء أسئلة كندا تكلم فيهم والله الذي لا إله غيره، قال الهدية فيه نزعة صوفية عديل كان. وما تستغرب لأنه قال أنا بحب البرعي، تاني دار نزعة أكثر من كذا. كيف ده ديركسون ما فيه بلالي وقع كذب غادي طوالي، ده دار أكثر من كذا نزعة. كيف أنت دار يعني شنو أكثر من كذا؟ قال في أسئلة الإمارات، أسئلة بتاعت الإمارات والأجوبة، قال الهدية ده قال زمان عندهم دعوة الجماعة ديل بنغبطن عليها زمان محمد الحسن، قال خدتوا الميكروفونات في الشارع ويتكلموا في التوحيد وكذا. قال فلما جاء الهدية صاحب الدفتر، قال عنده دفتر ذاك عمك ذاك، قال عنده دفتر والله عنده ولا ما عنده؟ يعني بتزعل نبقى لك زي الصوفية نغاشنا مع الصوفية مات ولا ما مات؟ انت بتزعل مالك ما عنده دفتر؟ عنده دفتر. قال اللي بيتكلم معاه يقول له ولا البنات ما يقرن وهنا في الجامعات المختلطة وما يناقشن الشيوعيين وكذا. قال بس دفتره ده طوالي قال بيشطبك وانت بقيت مارق. نحن اشطبنا ما فينا واحد مسجل، فيكم انت واحد مسجل يرفع اصبعه فيه؟ ما في يا اخي، كله كلام فارغ يا جماعه. يا اخي علماء ردوا على الجماعه دي، نحن ما دار نضيع زمننا كثير وزمنكم يا جماعه. علماء بدري ردوا على الكلام ده، شيخ ربيع
قال أنصار السنة دي تديرها السرورية، والآن نائب رئيس الجماعة هذا سرورية ولا ما سرورية؟ هذه هذا الكلام واضح العلماء. والشيخ محمد بن هادي لم يبق منها إلا الاسم جماعة دي، والآن لم يبق منها إلا الاسم. تراه يلصقوا يقول لنا نحن زنب زاي ما مش محلات، يقول لنا انتوا أنصار سنة، ما تعرف ذات ترود ولا تسكت مرات. والله الذي لا إله غيره أنا ما تابعين لأنصار سنة ولا لدواعش ولا لغيره. يا جماعة الناس تبقى مع الكتاب والسنة، الناس تشوف اللي بينجيها من عذاب الله. والله الله بيسألك، والله الله بيسألك. قاعد في جماعة حزبية تقال الكلام ده شغل عصبجية بس، الله بيسألك يا زول. كذا أصحى بالراحة، كذا أصحى بتفارقهم 200 انت يا زول أصحى. قال الله في القرآن إذ انبعث أشقاها ديل كم؟ إذ انبعث كم؟ أشقاها ديل كم؟ أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه، قال شنو؟ فعقروها. هو العقرة كم؟ واحد. كنت تفكر في الآيات. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عقرة واحد لكن ديلك شاركوا، اللي بيقول لا يشتغل واللي بيقول له كذا والبرد كلامه كلهم دمر عليهم ربك سبحانه وتعالى، دمدم عليهم. ولذلك يا جماعة موضوع خطير. تقاعد لك في جماعة رؤوسها بيلعبوا بالدين وباسم الدين ويهاجموا في أهل الحق، يهاجموا فيهم يا أخي. وين التربية السلفية يا أخي؟ نازل ورونا محمد حسين يعقوب، ورونا محمد حسان، وديل مبتدعة لا شك في بدعتهم. ورونا ديل، ما ورونا شيخ ربيع، فترتنا معاهم دي شت، ما ورونا شيخ ربيع. وروك ليتا، ورونا أحمد النجمي، ورونا العلماء ديل، ورونا حافظ حكم العلماء ديل، ورونا له محمد حسين يعقوب 3 طلقات الليلة 6 طلقات في أضانك. تعرف الحق ده بتلعب يا أخ بالدين، لعب يا أخ بدين الإسلام يا جماعة. الناس ديل ولليلة يناقشوا في مسألة الصحابة، لليلة يناقشوا فيها، لليلة دي فتنة. الكبار سكتوا منها، الكبار. زبير بن العوام قال ما خضت معركة إلا عرفت موضع قدمي فيها إلا هذه، لا أدري أهو خير أم شر. انت أعلم من الزبير. معاوية رضي الله عنه قيل له في سير أعلام النبلاء أنت تقاتل عليا أنت أولى بالأمر منه؟ قال لا والله ما أنا أحق بالأمر منه، إلى آخر كلامي. تاني نحن نصدق معاوية ولا محمد مصطفى؟ دي وين يبتغون؟ في القلب. يعني الله ذكر لك الظاهر وذكر لك شنو؟ الباطن. تاني بتتكلم فيهم ده. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصدق قال ابن عثيمين مطابقة الخبر الواقع. لما الصحابة ديل يقولوا آمنا بالله ده خبر واقع، آمنوا بالله. عندك شك انت؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، ولا يجدون وين؟ في صدورهم. اقتتلوا من أجل شنو؟ من أجل السلطة. من أجل دي موضع شنو؟ النية. من أجل يعني هذا غرضهم. وقال ولا يجدون في شنو؟ في صدورهم. يا أخي ده كلام باطل يا أخي. اقتتلوا في سلطة يا أخي صحابة؟ خلوا بيوت وخلوا ديار وخلوا أهل، خلوا الدنيا وما فيها وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن ما نفصل كثير في الموضوع ده لأنه واضح عندنا ولأن النصوص قالت كده. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الزول اللي بيؤثر ده يا جماعة ما حاجة غيره، حاجته ذاتها بديها لغيره. الصحابة قال لك حاجة بدوها لغيره وهم محتاجين لها. يكاتلوا غير في حاجة ما حقتهم قال لك بديها لغيره هم محتاجين لها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم
شكي في شرح السنة للبربهاري وتعليقات الشيخ الفوزان قال الآية دي 3 أقسام. قسم الأول المهاجرون، قسم الثاني الأنصار، قسم الثالث إلى قيام الساعة. لو دار تخش فيهم مرحب بك الحمد لله، ولو دار تخش بغالي تمشي الفتحاب أمشي، نحن بينا لك الحق بعد ذاك بطريقتك، بينا لك الحق، لكن رعد تمش شوف الندامة اللي بتجيك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يشهد الله المستوي على العرش ما في قلب أحدنا فيما أعلم يعني عن نفسي وظني في إخواني. غل على صحابي واحد ما في، أديل أحسن من أي زول من الأمة دي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تشيل غيل يا أخي، تخلي أهل البدع ديل شد يا أخي، واصل في هجومك لهم، واصل في الحزبيين، واصل في الجماعة ديلك شفن، تمشي تقع في الصحابة عديل كذي يا ناس. والله الذي لا إله غير الموضوع ده خطير، والزول ده ابتدع بدعة يتحمل جريرتها في الدنيا، وأسأل الله أن يجازيه بها قبل موته إن مات عليها. يا أخي معقولة يا أخي صحابة عديل يا أخي، صحابي يموت يا جماعة العرش يهتز، يموت هنا في الأرض دي. سعد بن معاذ يهتز، صحابي يقرأ قرآن، سيد بن حضير الملائكة تنزل نور لما الفرس يجي. ديل أنا بقع فيهم يا أخي، صحابة عديل يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في صحيح مسلم، وجاء إلى صلاة العشاء فوجد الصحابة جالسين، قال أنتم جالسون؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ما الذي أجلسكم؟ قالوا الصلاة يا رسول الله. قال الله أجلستكم الصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله، في صحيح مسلم. قال أنا أمين لأمتي. قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمين لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تقع فيهم انت. ولذلك يا جماعة ده موضوع خطير والله الذي لا إله غيره، وما يقبل الجدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وده حدنا يا جماعة، وده اللي استدل به الشيخ الفوزان على عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، وأنه إلا أن يستغفر لهم. ده بس صحابة ديل تستغفر لهم، ترضى عليهم، تسأل الله يجمعك بهم في الجنة. وده المقصود يا جماعة. أبعدوا من الحزبية كلها، ودي نصيحتكم، دي نصيحتنا لكم. الناس تكون على التوحيد، تكون على السنة، تبعد من كل الأحزاب يا أخي. ما تبقى مركز عام، ما تبقى إصلاح، ما تبقى جمعية، ما تبقى وابل صيد، ما تبقى أي شيء. يعني نبقى عصبجية، ما تبقى عصبجية. أنا مش وين بعد تنتهي تمشي البيت طوالي ما في.